شاء الله في الفيديو ده هنشرح ثغرة الاكس اس اس ستوري. كنا اتكلمنا قبل كده عن ثغرة الاكس اس اس وعرفنا ان هي ثغرة بتسمح للمهاجم ان يحقن كود جافا سكريبت لصفحات الموقع، ولما المستخدم بيفتح الصفحة بيتم تنفيذ الكود للمتصفح بشكل تلقائي. طيب ايه الفرق بين الاكس اس ستوري والاكس اس اس ريفلكتد اللي احنا شرحناها قبل كده؟ الاكس اس اس ريفلكتد البيلود فيها مش بيتم حفظه في الموقع، ولكن بيتم ارساله في رابط او انبوت، تمام؟ وان الضحية لازم تضغط على رابط عشان الثغرة تتنفذ. رابع حاجة ان التنفيذ بيحصل مرة واحدة بس، تمام؟ يعني دلوقتي هنا في تبويب الريفلكتد بنحقن نكون خليط زي ده، تمام؟ والموقع بيعرضه لنا هنا مره واحده وخلاص، تمام؟ اما في الاكس اس اس ستورج البيلود بيتم حفظه داخل قاعده البيانات، يعني اي شخص بيزور الصفحه دي بعد كده الكود هيتنفذ عنده بشكل تلقائي. عشان كده ثغره الاكس اس اس ستورج اخطر بكتير من الاكس اس اس ريفلكتد، لانه مش بيحتاج ان انت تبعت رابط لكل ضحيه، ولكن بمجرد ان اي ضحيه تدخل على الصفحه اللي انت عملت فيها حقن للكود وبقى متخزن في قاعده البيانات بيتم تنفيذه بشكل تلقائي. طيب خلينا نجرب الكلام ده بشكل عملي عشان نشوف بيشتغل ازاي. دلوقتي احنا فاتحين التابوت الخاص بالاكس اس اس ستوري، تمام؟ هنحط في النيم مثلا اسم هاكر، وفي المسج هنحط الكود الخبيث بتاع الجافا سكريبت، تمام؟ وندوس ساين جيست بوك. دلوقتي بعد ما دوسنا حفظ للرساله هتلاحظ ان الموقع عمل تخزين للكود داخل قاعده البيانات. يعني دلوقتي لو عملنا تحديث للصفحه او اي حد تاني دخل يتصفح لنفس الصفحه هيظهر له انذار بالاكس اس اس ستوري. خلينا نجرب كده نعمل ريفرش للصفحه، هيظهر لنا الرساله بتاعت اكس اس اس ستوري، تمام؟ ولو جينا نعمل برده تاني ريفرش هتظهر تاني، تمام؟ يبقى دلوقتي كده الكود بقى متخزن في قاعده البيانات، واي حد هيخش للصفحه الكود هيتنفذ عنده بشكل تلقائي. طيب دلوقتي ايه اللي حصل بالظبط؟ دلوقتي المهاجم دخل كود جافا سكريبت في رساله، تمام؟ والموقع حافظ الرساله دي في قاعده البيانات. لما الرساله دي تتعرض للزوار للموقع بعد كده، في الحاله دي الموقع مش بيكون عمل فلتر للمدخلات اللي دخلت، تمام؟ وبيكون اعتبر ان الكود اللي اتبعت ده جزء من الصفحه وبيتم تنفيذه بشكل تلقائي. عشان كده اي حد هيخش للصفحه بعد كده هيتنفذ عنده الكود. طيب ليه ثغره الاكس اس اس ستورج تعتبر اخطر من الاكس اس اس ريفلكتد؟ لان في الثغره دي الهاكر مش بيحتاج يبعت رابط لكل ضحيه، لان الكود بيفضل متخزن في الموقع لاي حد هيعدي على الصفحه بعد كده، تمام؟ وبكده الهاكر يقدر يستهدف عدد كبير جدا من المستخدمين دفعه واحده. طيب خلينا نتخيل مع بعض كده مثال توضيح. دلوقتي هنفترض مثلا ان احنا فاتحين صفحه فيسبوك وفيها جزء للتعليقات، والهاكر في التعليقات كتب كود خبيث زي اللي احنا لسه كاتبينه من شويه، وطبعا بعد ما كتب التعليق او الكومنت بتاعه هيتحفظ في قاعده البيانات او في الصفحه، تمام؟ فبعد كده اي متصفح هيفتح صفحه التعليقات دي تاني المتصفح هينفذ الكود ده بشكل تلقائي. طيب ازاي نمنع الثغره دي ان هي تحصل؟ اول حاجه لازم نعمل انبوت فاليديشن، وهو تنقيه المدخلات، يعني ان الموقع اصلا ما يسمحش ان كود زي كده يدخل عنده في قاعده البيانات، تمام؟ تاني حاجه نعمل ترميز للمخرجات اللي هي الاوتبوت انكودنج. تالت حاجه نستخدم الكونتنت سكيورتي بوليسي. رابع حاجه نعمل منع لعرض اكواد ال HTML والجافا سكريبت اللي المستخدمين بيكتبوها، تمام؟ وبكده نكون اتعرفنا على ثغره الاكس اس ستورج بشكل عملي باستخدام موقع الدي في دبليو اي، وفهمنا الفرق بينها وبين الاكس اس اس ريفلكتد، وشفنا ازاي ان البيلود ممكن يتخزن جوه الموقع، وبالتالي اي زائر يفتح الصفحه دي تاني بعد كده بيتم تنفيذ الكود عنده بشكل تلقائي، وده اللي بيخلي ثغره الاكس اس اس ستورج اخطر بكتير من الاكس اس اس ريفلكتد. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان يوصل لك كل جديد في مجال الامن السيبراني.